اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم البسهم ثياب الصحة والعافية يا رب. بلغ أهلي وأحبتي والمسلمين أجمعين رمضان وهم بأمن وأمان وعافية واطمئنان، وارزقهم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنهم. أحبتي الكرام، أتمنى لكم في هذا الشهر الكريم أن يبعد الله عنكم مواجع الدنيا ويرزقكم السعادة من سابع سماء ويحقق أمنياتكم وأحلامكم. اللهم آمين يا رب العالمين. كيفكم؟ إن شاء الله بتكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. حبيت أشارك معاكم روتيني في يوم من أيام الشهر الفضيل. طبعا زي ما شفتوا هنا في بداية الفيديو كنت نقعة فراولة وغسلتها عدة مرات، كمان غسلتها خارج التصوير عدة مرات. وشلت القمع منها. عشان تكون جاهزة أقسمها بأكياس وأحطها بالفريزر للعصير. لو انتوا جداد على القناة بتمنى تضغطوا زر اشتراك أسفل الفيديو، تضغطوا علامة الجرس، تضغطوا الكل حتى يصلكوا كل فيديو جديد بنزله. وما تنسوا تعملوا لايك، تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، واعملوا مشاركة للفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أنا بحب أليفها، هاي العلبة تبعت الجلي كل ما أجي أجلي. هاي الخطوة بتضلها نظيفة وما بتجمع عليها أوساخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي. طبعا هنا جبت أنا أكياس وبقسم الفراولة. أنا عندي هنا 7 كيلو فراولة، هقسمهم يعني بحيث إنه يكونوا الباكيتات زي بعض.
شاء الله الفيديو اللي بعد هذا هعمل لكم الفيجيتار بالبيت، موفر جدا وكمان زاكي كتير، وبتقدري تتحكمي بالبهارات بنفسك، تعرفي شو محطوط فيها. هنا بشيل صحن للأكل، بس بالآخر صراحة عصرته لأنه حبته مش حلوة كتير. طبعا أي فاكهة الواحد متوفرة عنده بيعملها عصير، يعني بضله أفيد، العصير الطبيعي أفيد بكتير من العصير الجاهز، لأنه الجاهز يعني كتير فيه مواد حافظة. أي نوع فاكهة أو حمضيات ضل عصير طبيعي. هيك خلصت أنا، عبيتهم بأكياس. من وقت ما عملت غسلت الفراولة لآخر النهار، كان تقريبا من الظهر لبعد الفترة، وأنا بصور في هذا الفيديو، بس طبعا بنسرعه يعني بصغر. هنا خلصت جليت مكان ما عملت اشتغلت، وبدي أبلش أجهز للإفطار يعني للفترة. هعمل اليوم مكرونة بالبشاميل وسمبوسك. طبعا هنا جهزت البصل، بس كنت ثبت الستاند عشان هيك كان يتحرك. هنا البصل فرمته مربعات مع فلفل أخضر، بقلبهم على الغاز، حاطة معاهم سيرج. هيك ظبطته أكتر. هذا الصحن للمعلقة، ما بحب أحط المعلقة على الوجه مباشرة. طبعا هستغل الوقت وأركب الطنجرة الثانية. ركبت طنجرة فيها مية، وعلى طول هحط المعكرونة تنسلق. هاي الطريقة كتير أنا يعني حبيتها، وصار لي تقريبا 3-4 سنين معتمداها، يعني لأنه لما بتنسلق المعكرونة بالطريقة هذه بتعجنش ببعض، وبتلاقي كل حبة بحبتها بعد ما
تنسلق وتغسليها، لكن لما تكون المية ساخنة وتنسلق تحسوها هيك بتتماسك ببعض لما تبرد. فهاي الطريقة فضلتها أكتر. وكمان بنحطش سيرج، في ناس بتحط سيرج في أثناء سلق المعكرونة. هاي الخطوة ما بحبها، لأنه سواء عملاها بشاميل أو بصلصة بتحسوا الصوص اللي تبع البشاميل ما بتماسك على حبة المعكرونة بسبب السيرج اللي بينحط هذا، لأنه مادة عازلة دهون. هنا ملحت أنا البصلة، حطيت الكفتة بس حسيبها شوية يعني عشان تفك، لأنه مش فاكة 100%، لأنه كنت مطلعاها من الفريزر ومش مطلعاها بدري يعني. طبعا هنا حطيت ملح بس ما بزودش كتير لأني مالحة البصل، بس هحط ملح اللي يكفي بس الكفتة اللي أنا حطيتها. هنا حطيت فلفل أسود، وهنا حطيت شطة ناعمة أو خشنة إذا متوفرة يعني، بس بفضل الناعمة. حطيت بهار لحمة، حطيت قرفة، وكمان بحط هيل مطحون، وهنا ببشر شوية زنجبيل. طبعا هذا الأخير هو الهيل. وهاي القرفة اللي زودتها. أنا صراحة مش فاكرة بالترتيب إيش حطيت، بس حكيت لكم بالضبط إيش البهارات اللي حطيتها يعني، بس بالترتيب مش حافظة شو اللي حطيته. طبعا كل شوية بحرك المعكرونة، وأول ما تطرى بحطها بمصفاية بصفيها وبغسلها بمية باردة. في هاي المرحلة بدي أحط الذرة والبازيلا، لو في جزر مسلوق في هاي المرحلة بتقدروا تحطوه، بس ني طبعا ما بنفع لأنه اللحمة حتستوي والذرة والبازيلا مستويين، فالجزر حيضلوا يعني جامد شوي، فإذا بدك تحطي جزر ممكن تسلقيه. وإذا فطر كمان موجود ممكن تحطوا فطر معلب. وهنا أخذت من خلطة الكفتة أحط في السمبوسة. طبعا السمبوسة أنا مش هحشيه كله كفتة يعني، الكمية هاي اللي في الصحن مش كلها باخدها،
تقريبا 12 حبة بس اللي حشيتهم كفتة، وعملت 10 حبات كشكوان، و10 حبات عملتهم جبنة فيتا ورشيت عليها زعتر. وممكن تعملوا كمان جبنة وتحطوا فيها فلفل أحمر بس مش كتير يعني اللي يعمل نكهة. وممكن تحطوا الجبنة الفيتا وتحطوا فيها نعناع سواء أخضر تفرموه أو ناشف حسب رغبتكم. يعني الحشوات ممكن انتوا تتحكموا فيها، ممكن تحطوا جبنة كشكوان وتخلطوا معاها ذرة وبازيلا أو ذرة لحال. هنا أنا عاملة خليط طحين مع شوية مية بسكر فيهم الحبات السمبوسة، وممكن بدل هذا الخليط شوية زبدة منجرينا شوية صغيرة بطرف إصبعك تحطيها وبتسكري فيها عادي بتمسك. طبعا ممكن زي ما شفتوا في الطريقة الأولى نحط الخلطة بعدين نكمل المثلث ونكمل حشوه لما يصير هيك مفتوح. ممكن نعمل المثلث بعدين نحشيه. طبعا الصبايا اللي لسه جديد بيحشوه ما بيعرفوش الطريقة الثانية أفضل لهم، يعملوا المثلث بعدين يحشوه. هنا غسلت المعكرونة وهيك صار جاهز السمبوسة. طبعا أنا هحمره في الفرن، حدهنه من الجهتين سيرج وأحطه بصينية وبالفرن لأنه أولادي مش حابينه قلي. أنا بحبه مقلي بس أولادي مش حابينه مقلي فحطيته بالفرن. هنا حطيت منجرينا نص قالب تقريبا مغرفة يعني. حطيت مغرفة تانية سمنة لأنه كان آخر إشي عندي في المنجرينا هذا، لأنه أنا بدي أعمل مقدارين البشاميل بحبه كتير لأني عاملة باكيتين أنا معكرونة. طبعا هنا مغبش التصوير شوية مع الإضاءة. لأني شغلت الإضاءة تبعت الستاند. حطيت مغرفتين طحين، كل مغرفة سمنة أو مغرفة منجرينا بدها مغرفة طحين، يعني السمنة أو المنجرينا بدها تكون مقابلها طحين نفس المقدار يعني بدك تحطيه. وبياخدوا لتر حليب، لتر حليب مبستر أو لتر مية تذوبي فيها حليب ناشف بودرة. طبعا بنقلبهم مع بعض، وأول ما يتغير لون الطحين والريحة حتى بتتغير بنحط الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر، وبفضل التحريك بمضرب أفضل من المعلقة يعني وبسرعة. وأول ما تحسي بده يجمد بتزودي شوي شوية وبتحركي، بتزودي وبتحركي عشان يتجانسوا مع بعض وما يكتولش. طبعا أنا حطيت 2 لتر بس في التصوير لتر واحد، أما خارج التصوير يعني لما وقفت حطيت اللتر الثاني. طبعا بالنسبة للبهارات أحكي لكم إياها يعني قبل ما أحطها. بعد ما أحرك الخليط بحط ملح حسب الرغبة، طبعا حسب الكمية الموجودة. يعني أنا الملح مش بكميات، إيدي ماخدة على مقدار معين يعني ما بعمل بمقدار يعني حسب العين يعني الملح. وبحط شوية فلفل أسمر ما بكترش، وبحط ماجي بودرة أو مكعب بمشي يعني الجهتين، وشوية هيل، وببشر شوية جوز الطيب. بحط شطة. هاي البهارات اللي بستخدمها بس، أكثر من هيك يعني ما بحطش. هذا هو الهيل. أنا حطيت مكعب يعني هنا في الطريقة هي حطيت مكعب ماجي. خارج التصوير حطيت كمان مكعبين بالضبط. وهنا بشرت جوز الطيب، طبعا ما كترتش، شوية
هنا حطيت الشطة. أنا بحب الطبيخ يعني في رمضان أطبخ بدري وبسخنه قبل الفطرة بشوية يعني، بس طبعا المعكرونة بالبشاميل بدهاش تسخين. كمان احنا عشان بتقطع عنا الكهرباء، عشان ألحق يعني الفرن إني أحمرها قبل قطعة الكهرباء. هنا حطيت بشاميل وبحركها. طبعا هاي المعكرونة مش مخصصة للبشاميل، بس أنا حسب المتوفرة يعني عملت. أما إحنا بنعملها بالمعكرونة الجلام الطويلة هاي، نحكي عنها معكرونة جلام. بس عادي يعني بمشي أي نوع، مش حنوقف يعني. طبعا هنا حطيت البشاميل زي ما انتم شايفين بحرك هنا مع بعض علشان تاخد المعكرونة كلها من طعم البشاميل. وفي البايركس كمان هحط شوية بشاميل. هحط طبقة من المعكرونة. عملت هذا البايركس وكمان صينية أكبر شوية من البايركس هذا. أحط شوية كفتة. صراحة الصينية ضلت لثاني يوم ما أكلناها، بس أكلنا بايركس واحد. طبعا حطيت هاي الطبقة الثانية من المعكرونة. الكمية اللي ضايلة هعملها خارج التصوير بصينية ثانية. وهحط هنا البشاميل على الوجه. ضروري تكون مغطية البشاميل على الوجه لأنه هيك بتكون زاكي أكتر. بعبيها جبنة كمان. في ناس بتحط بيض على الوجه، بياض البيض، بس أنا ما بفضل صراحة، بفضل الجبنة. صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. وهيك خلصت الصينيتين. طبعا الجلي صار كبشة. حطيت البايركس في الفرن وهيك ضبيت المطبخ. وهي هيك صار جاهز البايركس. لقيت ححمر حفات السمبوسة. وهنا الشوربة والسلطة والعصير صاروا جاهزين. هيك سفرتنا صارت جاهزة. بتمنى نال إعجابكم. طبعا هاي لقيت خلصنا فطرة وخلصنا جل الفطرة، ونبدأ بالبطايف. عملت خلطة البطايف.
طبعا الطريقة عملتها معاكم بداية ما عملت قناتي، يعني تقريبا قبل 3 سنين يمكن، مش عارفة صار لي 3 سنين أو لا الفيديو، بس هحط لكم رابط قناة، رابط الفيديو تبع القطايف، ورابط الفيديو تبع القطر تبع القطايف اللي بيكون زي العسل، هحطه بصندوق الوصف تحت أسفل الفيديو. أنا والله هذا المقلة كتير جنني عبين ما عملتهم، لأنه قدم والمادة اللي بتخليش الحبة تلزق في هذا راحت يعني، فإن شاء الله حجيب لي واحد جديد. هذا مكسرات لحشوة القطايف، وكمان حشيتها تمر. هلقيت حفرجيكم هنا طريقة جديدة، يعني تشكيلة غير الطريقة اللي متعارف عليها. نعملها هيك على بعض وبنسكرهم، وبنسكر الجهتين التانيين على بعض بالطريقة هذه اللي انتم شايفينها، بتصير زي النجمة حلوة، وخاصة لأطفالنا يعني بحسوا باختلاف. طبعا هيك حشيتهم. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، واستنوني فيديو جديد، ومع السلامة. ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليصلكوا كل جديد.